تحديد مدة غياب حارس النصر السعودي. وميسي يزامل رونالدو وينتقل إلى النصر السعودي في يناير. ورونالدو يرغب في تمديد عقده مع النصر من أجل كأس العالم. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. تحديد مدة غياب نواف العقيدي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وذلك بعد إصابته الأخيرة. وأكدت التقارير أن إصابة نواف العقيدي حارس مرمى النصر السعودي عبارة عن التهاب في مفصل الكتف والتهاب بسيط في مفصل القدم. وأشارت التقارير إلى أن نواف العقيدي يحتاج للراحة لمدة 5 أيام من أجل العودة مرة أخرى إلى المشاركة مع النصر بعد تعافيه من الإصابة. ويغيب نواف العقيدي عن صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. ويستعد النصر لمواجهة نظيره الضمك في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري. وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والضمك في دوري راشن السعودي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات. وميسي يزامل رونالدو وينتقل إلى النصر السعودي في يناير. كشفت تقارير الصحفية السعودية عن اقتراب انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الأمريكي إلى نادي النصر السعودي على سبيل الإعارة في انتقالات شهر يناير المقبل. تقارير تكشف اقتراب ميسي من الدوري السعودي. واكد الاعلام السعودي بندر الذبيحي ان الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي سينتقل الى صفوف النصر السعودي على سبيل الاعاره في شهر يناير المقبل. وجاء ذلك عقب انتشار التقارير الصحفيه العالميه التي افادت ان السعوديه اعادت اهتمامها بالتعاقد مع ليونيل ميسي في يناير المقبل على سبيل الاعاره لمده 6 شهور، وذلك بعد خروج فريقه انتر ميامي من تصفيات الدوري الامريكي، وان اللاعب لن يشارك في أي مباراة بالمسابقة حتى فبراير المقبل. وحسب تأكيد التقارير السعودية بانتقال ميسي إلى النصر فستكون مفاجأة تاريخية بمزاملته للبرتغالي كريستيانو رونالدو وتواجد أسطورتي كرة القدم العالمية في فريق واحد بالمملكة العربية السعودية. تفاصيل اهتمام السعودية بضم ميسي. وفي وقت سابق كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن المسؤولين بالمملكة العربية السعودية يستعدون من أجل إعادة التفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الامريكي لضمه على سبيل الاعاره لمده 6 اشهر. رونالدو يقترب من الاعتزال مع النصر. ومن جانبه اكد الاعلامي السعودي علي للحربي ان كريستيانو رونالدو ابلغ اداره نادي النصر السعودي قبل سفره الى معسكر المنتخب البرتغالي بانه يرغب في تجديد عقده الى بدايه عام 2027. واضاف الحربي ان كريستيانو يريد ان يلعب كاس العالم 2026 وهو الذي صفوف نادي النصر السعودي، ومن ثم سيعلن اعتزاله لكرة القدم مباشرة. ورونالدو يرغب في تمديد عقده مع النصر من أجل كأس العالم. كشفت تقارير صحفية عن قرار مفاجئ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه ناديه النصر السعودي من أجل منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رونالدو قرر البقاء مع النصر السعودي حتى عام 2027 ويرغب في تمديد عقده مع الفريق لموسمين جديدين. وأن النجم البرتغالي أبلغ إدارة النصر بقراره قبل السفر لخوض معسكر مع منتخب البرتغال. وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2025. ويستعد رونالدو مع منتخب البرتغال لخوض مباراتين ضد كل من سلوفاكيا والبوسنة والهرسك في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس أوروبا يورو 2024. ذكر التقرير أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر يتصدر جدول هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف رغم عدم التسجيل في مباراة فريقه الأخيرة. وتعادل العالمي أمام نظيره أبها بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي. ويأتي قرار رونالدو في ظل رغبته في الاستعداد بالشكل الأمثل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا ومكسيك وكندا بعد أقل من 3 أعوام. ويحلم رونالدو بمواصلة التألق لإعادة حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته بعد أن فشل في تحقيق هذا الحلم خلال مشاركاته ال5 السابقة. وقالت ديلي ميل أن رونالدو توج بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري السعودي عن شهر سبتمبر الماضي. وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين فوز رونالدو بجائزة
جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي بالمسابقة خلال الموسم الحالي 2023-2024، وهو ما يعني تأقلم اللاعب في الملاعب السعودية بشكل كبير. الجدير بالذكر أن الدون ودع كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي عقب الخسارة مع منتخب المغرب بهدف نظيف في مباراة بدأ فيها احتياطيا قبل أن يشارك في الشوط الثاني دون أن يتمكن من إنقاذ منتخب بلاده.